من نص كيلو دقيق هنعمل احلى غريبه. شايفين الكميه الحلوه دي؟ عملناها من نص كيلو دقيق. النهارده هقول لكم على تريكات مهمه جدا في الغريبه، ازاي تعملوها وتبقى معاكم مظبوطه وناعمه وخطيره. تعالى اقول لكم عملنا الغريبه الحلوه دي ازاي. اول حاجه معانا في الغريبه 320 جرام سمنه، وانا لازم السمنه اللي استخدمها تكون ساقعه، يعني اطلعها من البطرمان بتاعي او من العلبه وادخلها التلاجة ربع ساعه قبل ما اشتغل فيها. بصوا انا عايزه السمنه بتاعتي ما تبقاش متجمده قوي وما تبقاش سايحه قوي، بصوا بس هي ساقعه في ايدي. وانا قلت الغريبه النهارده انا هعملها في العجان، مش هعملها على ايدي عشان كتفي وجعني. تقدروا تعملوها على ايديكم مفيش مشكله. هنحط السمنه بالشكل ده، ومعايا هنا 150 جرام سكر بودر، والسكر انا نخلاه كويس. وهضربهم كويس جدا، مش اقل من 4 ل 5 دقايق. عايزه السمنه بتاعتي والسكر يبقوا عاملين زي الكريمه. بصوا لازم كل دقيقه كده نفتحها ونديها تقليبه علشان نتاكد ان كل المكونات بتتضرب مع بعض. شايفين قوام السمنه والسكر عاملين زي الكريمه؟ هو ده النتيجه اللي انا عايزه اوصل لها. دلوقتي بقى هيبقى معايا نص كيلو دقيق منخول، انا نخلاه قبل التصوير على طول. هنزله بالشكل ده، و40 جرام نشا. طبعا مش عايزه اقول لكم فوائد النشا في الغريبه. اول حاجه بيخليها تدوب ذوبان، وتاني حاجه التلبيكه بتاعت السمنه اللي بتبقى في البق لا دي بتشيلها، فبتخلينا بناكل حاجه حلوه مستمتعين بيها من غير التلبيكه بتاعت البق دي. بصوا ونبدا بقى ايه، ندي تقليبه كويسه. طبعا مجرد ما بنحط دي ونشا انا ما ببالغش في التقليب. بصوا هشيل ده بقى وابدا اعجن بايديا. بصوا قوامها ممتاز، اكتر مقادير غريبه هتبقى مظبوطه معاكم، وانا مش ببالغ في التقليب خالص. يا دوبك بس بخلي الدقيق بتاعي يختفي. اعرف منين بقى ان العجينه بتاعتي تمام؟ بصوا باخد قطعه، بصوا مش مشققه وزي الفل، يبقى انا كده تمام جدا. انا بس هنقلها في بوله ازاز عشان تبقى اسهل معايا في التشكيل. دلوقتي بقى هنجيب صينيه حلوه، وانا مش هدهنها اي حاجه. بصوا معايا اهم حاجه واهم خطوه ان انا باخد حته الغريبه المفروض ما تبقاش اكبر من 10 جرام عشان ما تبقاش كبيره قوي. بصوا بحنها بايدي كده، بديها ايه دعكه كويسه، وبعد كده بكورها بالشكل ده واروح حطاها اهو. نعمل واحده كمان. بصوا لازم نديها دعكه بايدينا كده عشان تبقى ناعمه معايا اهو. انا بحب الحجم المنمنم ده اهو بالشكل ده. شايفين شكلها حلو ازاي؟ وبرده بديها ايه تنعيمه في ايدي كده علشان ما تشققش منكم، لازم تنعموها بايديكم اهو. هروح اشكلهم كلهم وارجع لكم. بعد ما شكلنا اول صاج معايا هبدا احط له اي سبرينكلز مدور يكون كبير شويه. بصوا هنبدا نحطه بالشكل ده، ويعني ايه يا دوبك نثبته مش اكتر، يعني ما اضغطش عليه ضغطه جامده. بصوا بالشكل ده. وبعد كده لو عايزين تحطوا اي نوع مكسرات ممكن. انا هحط هنا لوز وبرده ضغطه خفيفه جدا. ولو عايزين تحطوا فستق تمام، سوداني تمام، براحتكم. هحاول اختار اللوزه الصغنطوطه. بصوا شكلها لذيذ جدا. وبعد ما اخلصهم هروح ادخلهم الفرن على درجه حراره 170 لمده 25 دقيقه، وبعد كده ارجع لكم تاني بعد ما يستوي. وده شكل الغريبه بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. طبعا ما ينفعش نلمسها بعد ما تخرج من الفرن، لازم نسيبها تبرد خالص. بصوا شكل الغريبه بتاعتنا، شكلها حلو قوي
خطيره. تعالوا بقى نفتح واحده واوريكم قد ايه هي دايبه. بصوا دوبه، بصوا دايبه قد ايه. بصوا مش عايزه اقول لكم خطيره بجد تحفه. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، وطبعا الناس اللي لسه ما عملتليش فولو على الصفحه يا ريت تعملوا علشان عاوزين نوصل للمليون قبل العيد. اشوفكم على الف خير، مع السلامه.